فنجان القهوة، المشروب اللي خلى فقهاء يتخانقوا عليه وسلاطين يقفلوا بابه وثوار يخططوا الانقلابات من وراه. رحلتها بدأت من جبال اليمن لحد ما بقت سر من أسرار العبادة، وتحولت لسلاح سياسي واقتصادي يهز العالم. دوس لايك واشتراك ويلا بينا. الأسطورة المشهورة بتقول إن راعي يمني اسمه خالد كان بيرعى معزه في جبال مخر، ولاحظ إنهم بعد ما أكلوا حبوب نبات البن بيفضلوا صاحيين طول الليل. جرب بنفسه ولقى إنه فايق ومركز. الخبر وصل لمشايخ الطرق الصوفية اللي كانوا بيحيوا الليل بالذكر، فالقهوة بقت مشروبها المفضل. لكن مش الكل كان مبسوط. بعض الفقهاء قالوا إنها بتعمل نشوة زي الخمر، سموها خمر الصالحين. القهوة سافرت الحجاز مع الحجاج والتجار وانتشرت في مكة والمدينة. وفي أوائل القرن الستاشر والي جدة العثماني حسب ما تذكر بعض المصادر التاريخية شاف إن المقاهي بتجمع المعارضين، فأمر بمنع القهوة وإغلاق المقاهي. في بعض الروايات وصل الأمر لإعدام بياعين، ودي كانت من أوائل المرات اللي السياسة تدخل في مشروب القهوة. حوالي سنة 1554 تاجرين سوريين فتحوا أول مقهى معروف في اسطنبول. المقاهي بقت أماكن للنقاش والشعر وحتى السياسة، وده أقلق السلاطين. السلطان مراد الثالث أصدر قرارات لتقييد عمل المقاهي بالليل خوفا من الاجتماعات السرية. في دمشق مقهى اسمه قوة الهوى، كان وفقا لبعض الروايات مكان خطط فيه العثمانيون للإطاحة بالمماليك. وفي القاهرة في مقاهي زي الفيشاوي بقت ملتقى للشعراء والمثقفين. ولما نابليون احتل مصر 1798 جواسيسه كانوا بيقعدوا في المقاهي دي ويسمعوا حديث الناس. أول مقهى معروف في إنجلترا اتفتح سنة 1650 في أكسفورد. بعدها ب7 سنين ظهر إعلان مكتوب للقهوة في لندن وصفها بأنها بتزيل البلغم. المقاهي هناك اتسمت جامعة القرش لأنها بتدفع قرش واحد وتقعد تناقش أي موضوع من العلوم للسياسة. اليمن كانت بتحافظ على سر زراعة البن بحزم، لكن حوالي 1690 الهولنديين بقيادة بابر بن حسب الروايات التجارية سرقوا شتلات البن وزرعوها في جزيرة جاوا الإندونيسية، وهناك بدأت هولندا تنافس بقوة في تجارة القهوة. البرازيل ما كانتش في اللعبة لحد ما الضابط فرانشيسكو دي ميلو خد شتلات البن من جوانا الفرنسية بطريقة ذكية. جاب باقة وردة لزوجة الحاكم وكان مخبي الشتلات جواها. من وقتها البرازيل بقت أكبر منتج للقهوة في العالم. في أمريكا أحد المقاهي في بوسطن كان مكان اجتماع الثوار اللي خططوا لثورة الشاي ضد بريطانيا، ودي الشرارة اللي هزت الإمبراطورية البريطانية. عند العرب القهوة رمز كرم وأمان. الفنجان المر بيتقدم أول ما الضيف يوصل كعلامة على الترحيب والسلام. الدولة العربية بقت رمز تراثي مسجل في اليونسكو، تراث ثقافي غير مادي، وطقوس الضيافة دي لسه مستمرة لحد النهاردة. كلمة كافيه الفرنسية جاية من قهوة العربية مش من التركية. من أوائل الإعلانات المكتوبة للقهوة كان في لندن منتصف القرن السبعتاشر. في بعض المناطق في أثيوبيا القهوة بتكون جزء من هدايا الزوج، وده بيعكس أهمية الثقافة هناك. من جبال اليمن لقصور اسطنبول، من مقاهي لندن لحقول البرازيل، القهوة مش بس مشروب، دي قصة صراع بين الدين والسياسة والتجارة، وكل ده في فنجان واحد. دوس